حباية غلة. خبر. أنا آسف إني اتأخرت عليك في الزيارة، لكني كنت تايه، ما كنتش حاسس بوجودك. عارف، الحياة صعبة أوي، وعلشان كده أنا جيت لك دلوقتي. عاوزك تقول لي أعمل إيه زي ما كنت بتقول لي زمان. رد، تقول لي بسيطة زي ما كنت بتقول. ليه الحزن والألم هما الشيء الوحيد اللي هيفضل ملازمني؟ مش هتقول لي يا أبويا معنى وجودنا في الحياة؟ هل في هدف ورا تعبنا ده؟ هل المفروض ان انا اقبل باللي انا فيه ده واعيش؟ ولا في حاجة أكبر مني مستنياني؟ مش تحاسب يا عم؟ يا عم انا ضربتك بالنار. بس الدورة حلوة قوي. تاخد حتة؟ تاخد حتة من الناحية دي وتاخد حتة من الناحية دي. بقول لك ايه، انا اول مرة اشوفك هنا. اصل انا كل يوم هنا. ما سألتنيش ليه؟ هقول لك، اصل انا بسقي الزرعة دي. سبحان الله، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. لا اله الا الله. اهي الزرعه دي في وسط اموال، شوف طالعه ازاي. عارف، من كتر ما جيت هنا بقيت عارف اغلب الموجودين اللي هنا. يعني القبر ده مثلا بتاع الاستاذ محمد مكي، كان راجل فنان. والله زي ما بقول لك كده، فنان، كان مؤلف، وكتبه على فكره موجوده، يعني يعتبر ما ماتش. ما هو اصل الانسان يقدر شويه افكار. انا لسه جاي من اول الشارع عند قبر تاني بتاع شاب صغير لسه ميت من يومين. عارف مات ازاي؟ الاعمار بيد الله، بس مات منتحر. والله زي ما بقول لك كده، مات منتحر. انت مش هتاخد شويه دول، حته دول براحتك. على العموم هو كان عيل ضعيف، ما قدرش يستحمل. ما قدرش يستحمل. الزرعه دي الزرعه دي احسن منه. عارف ليه؟ لانه ما فكرش الا في نفسه بس، ما فكرش في الناس اللي حواليه. مشكله المنتحر انه مش لوحده اللي بيموت،
كل اللي بيحبوه بتموت منهم حته معاه. اهو انا كل يوم اشوف امه وهي جايه تزوره وتقعد تعيط، الواحد قلبه بيتقطع لما بيشوفها. اهي الزرعه دي مثلا اقوى منه، رغم انها في وسط اموات الا انها بتتنفس وبتعافر وعايشه اهي. تبقى اقوى منه ولا مش اقوى منه؟ انا شكلي طولت عليك. على العموم انا ورايا مشاكل، معلش. وانت كنت بتدور على دي؟ اخد حته من الناحيه دي وكمان حته من الناحيه دي وكمان حته من الناحيه دي وكمان حته من الناحيه دي.